يا خبر ابيض على كمية الدهون. ايه كمية الدهون دي؟ هطلعها ازاي؟ اسمعوا كده يا جماعة الصوت، بصوا صوت الفوران، بصوا ركزوا كده. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا جماعة انا نزلت الشفاط، فهعمل ايه؟ جبت له بقى شوية منظفات حلوة كده علشان ننظف الايه. بصوا انا لسه فتحته، بس جربت حتة وقلت الباقي ايه هعمله معاكم. بصوا الجمال ده، منظف صيني يا جماعة. ايوه بصوا مكتوب عليه كله بالصيني، فقلت لازم اجربه معاكم واوري حبايبي بقى احنا بنعمل ايه، وهنعمل كل حاجة مع بعض دلوقتي. ده اول منظف معانا، ومعانا بقى منظف الاستانلس بقى. لقيته يا جماعة برضو بالصيني ونازل كده، قلت لازم اجربه مع حبايبنا ونفتحه مع بعضينا. بصوا يا جماعة ده للاستانلس بس، اي حنفيات حلل، بس مش بنستخدمه في قاع الحلة، بنستخدمه من بره. خلاص تعالوا بقى للمنظف الثالث الصيني معانا بقى المنظف الثالث اللي هو المناديل المذيبة للدهون. تعالوا بقى يا جماعة هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. احنا هنجرب كل حاجة مع بعض. بصوا يا جماعة بالصيني برضو اهي مكتوب عليها كل حاجة بالصيني، والله ما انا فاهمة اي حاجة، بس هنجرب كل حاجة مع بعض ونشوف الحاجات دي فعالة ولا لأ. بصوا بقى يا جماعة معانا اول منظف. بصوا انا نزلت الشفاط ده مليان يا جماعة كمية دهون رهيبة. بصوا الشبكة مش قادرة اقول لكم على كمية الدهون، بصوا ما بتتحركش. تعالوا بقى نبتدي باول منظف معانا اللي هو الفوم الصيني ده. بسم الله. بيتبخ ويتساب يعني لمدة 5 دقايق كده اهو. بسم الله. طبعا لازم تبقى يا جماعة لابسين جلافزات اهو علشان خاطر ايديكي، طبعا عشان الحاجات دي بتهري الجلد. لازم يا جماعة نبقى لابسين اهو. نرج كده يا جماعة ونبدأ اهو. بصوا هنبخه وش وايه، وش وظهر. بصوا يا جماعة انا عملت الفوم بتاعه ازاي اهو. نحط هنا كمان عشان ما تقولوش عليا بخيلة اهو. بصوا هو الفوم انا حاسه اساسا ان الدهون بتنزل، مش عارفه ليه والله، وانا بخل فوم كده حاسه رهيب. تعالوا بقى نرش رشه من الظهر عشان يعمل بقى المفعول ونشوفه اذا كان بقى نينجا كده ومفعوله حلو ولا لا. وهنبخ برضو من الزاويه بتاعته. يلا بقى يا جماعه نبخ القطعه الثانيه. بصوا الفوم، وهنسيبه برضو من 5 دقايق او 10 دقايق. بصوا هكمل بقى بقية بخ كده كل الزوايا واوريكم النتيجة. ويلا بينا بقى نرش المروحة. هنسيبها بقى 5 دقايق ونشوف النتيجة مع بعض. وبعد يا جماعة ما عدى 5 دقايق تعالوا كده قربوا، بص كده هنشوف التفاصيل. بصوا يا جماعه هو طلع، بصوا انا حاسه، بصوا الدهون. بصوا يا جماعه ايه ده اتشالت لوحدها والله بجد يا جماعه. بصوا من غير ما ادعك ولا اي حاجه. تعالوا بس نجيب البتاع الناعمه دي نشوف الاول هيشيل بالناعمه، ومعانا الخشنه هنشوف هيشيل بالناعمه ولا الخشنه. بس انا عايزه اشوف مدى فعاليته، يعني هيحتاج مجهود مننا ولا لا. بصوا يا جماعه ولا بيحتاج اي مجهود، شايفين اهو يا جماعه. بصوا اهو، بصوا الدهون طلعت من غير اي مجهود. لا يا جماعة انا كده مبسوطة، انا اكتشفت منظف صيني روعة. بصوا يا جماعة، بصوا الحاجات السوداء اللي هناك دي، بصوا. لا يا جماعة بجد فظيع والله العظيم، حلو جدا. هنضفه خالص واوريكم النتيجة ازاي. وهنا بقى يا جماعه بصوا احنا القطعه الثانيه دعكناها وهوريها لكم. بصوا بقى القطعه قصدي دي القطعه الثانيه. بصوا الدهون، بصوا بتطلع ازاي. بصوا يا جماعه من غير ما ادعك، بصوا شايفين اهو، شايفين يا جماعه. بصوا هجيب دلوقتي السبونشه، بصوا بالسبونشه كده اهو. بصوا طلع ازاي. هخلص دعكها واوريها لكم. بصوا بقى يا جماعه وصلنا للقطعه الاخيره في الشفاط. بصوا هنحط شويه صابون كده بسم الله، وهنبتدي ان احنا ندعك. بصوا بكل سهوله
تعالوا بقى هنا فوق. بتيجوا تفركوا كده اهو بيطلع. استنى اوريكم حته. بصوا اهو كله بالفرك كده بالايد هيطلع سهل جدا وجميل. هكمل دعك واوريكم النتيجه. وبعد ما نضفنا الاكسسوارات بتاعه الشفاط، بصوا يا جماعه النتيجه. طبعا لو في بواقي او حاجه هنشيلها بالمناديل مذيبه الدهون. بصوا بسم الله ما شاء الله نتيجته حلوه جدا. تعالوا بقى نشوف القطعه اللي بعد كده اهو. بصوا المروحه طبعا ده تجهيره يا جماعه عادي. ده طبعا بتبقى مكان المنظف. بصوا اهو دي الحلقه دي ما نقدرش نيجي جنبها. بصوا المراوح. بصوا طبعا البواقي والحاجات دي بتتشال بالمناديل اللي هي مذيبه للدهون اللي معانا برضو هنستخدمها عليه. يلا نشوف القطعه اللي بعدها اهي. دي بصوا من بره الحتت دي كانت مليانه دهون مليانه. طبعا الفراغات دي لو في اي بواقي بقى بتتشال بالمناديل المذيبه للدهون. خلاص بصوا يا جماعه تعالوا اوريكم الظهر. والله يا جماعه تحفه. بصوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نجرب المنتج التاني. وجينا بقى للمنتج التالت والجميل واللي انا مشتاقه ان انا اجربه اللي هو ملمع الاستانلس. يلا يا جماعه بينا نفتحه. بصوا هو عليه لزقه كده. استنوا بسم الله. افتحه كده في المقص عشان الجلافز بس انا ماسكاه مش عارفه امسك قوي. بتاع من هنا اهو. استنوا نمسكها بيه. اوبا بصوا يا جماعه عجينه من جوه اهو. بصوا عجينه عباره عن عجينه. تعالوا بقى نحط العجينه اهو كده حته كده. وهنجيب الليفه دلوقتي الناعمه بتاعتنا ونوزع بيها وهنسيبه يا جماعه 10 دقايق اهو. بصوا هي دي مليانه ميه زياده. استنى هنركنها على جنب ونعمل بايدينا اهو يا جماعه. نفرده كده بايدينا عشان يبقى ايه تقيل كده ويدينا نتيجه حلوه. اهو بصوا ده استانلس يا جماعه. هي دي طاسه قعرها استانلس. هو ملمع الاستانلس. فهنشوف مع بعض بقى هيعمل معانا ايه. بصوا هو حبايباتي كده. يلا بصوا حطينا طبقه تقيله اهو حلوه. هنسيبها 10 دقايق ونرجع ندعكم مع بعض. بصوا بقى يا جماعه جينا للمنتج الثالث اللي هو المناديل المذيبه للدهون. هو مرسوم عليه شفاط وبيشيل الدهون. تعالوا بقى هنا الشفاط اهو. بصوا في دهون هنجربه على بعض الحتت كده. يلا نفتح مع بعض اهو بسم الله. بصوا انا لسه بفتحه معاكم اول مره. طبعا انا مش عارفه افتحه قوي عشان الجلافز اهو يا جماعه. بصوا فتحنا المناديل اهي. تعالوا بقى نطلع ونجرب كده بسم الله. بصوا هي فيها ماده كيماويه وبيقولوا يا جماعه ممنوع تيجي على الجلد. لا تفتكروا ان هو بيستخدم على البشره برضو. ممنوع خالص. يلا بينا نستخدمه اهو. تعالوا بس نشوف الحته. بصوا الحته اللي مليانه دهون دي اهو. بصوا كده يا جماعه اهو. ايه ده معقوله بيشيل؟ استنوا انا عايزه حته بس. استنوا كده. تعالوا كده هنا ايوه الحته دي فيها دهون اهي يا جماعه. بصوا انا سايباه يتوسخ خالص لحد ما يجيب اخره عشان اجرب. بصوا هو بيطلع بس مش عايز دهون ايه باين قويه جدا يعني. لا والله بيطلع اهو يا جماعه. بصوا ايه ده معقوله؟ طب والله بيطلع. استنوا اجيب لكم منديل تاني. لا يا جماعه لا مش ممكن. معقوله حته منديل طلع شويه الدهون دي؟ يا لهوي ده مش دهون عاديه كمان دي دهون قويه. طلع الدهون القويه دي مش ممكن. بصوا يا جماعه بصوا. لا بجد المناديل دي اعجاز. تعالوا بس نجرب حته تاني. استنوا كده نطلع. لا انا حبيت الموضوع. تعالوا نجربه على حته اقوى. نطلع 2 بقى كده. استنوا اهو طلعت لكم 2 حته حلوه كده. تعالوا نجرب على ايه تاني حته تانية. تعالوا نجرب على الحته القويه دي. انا بقى جايه معايا اجرب على الحته القويه دي. يلا بينا اهو. بصوا يا جماعه هو في ماده كده يا جماعه. بصوا بيطلع ماده
نشوف بقى ايه المصداقيه بتاعت المناديل دي ايه بالظبط. بس انا حاسه بيفتت اهو بيطلع. انا عايزه اقول لكم الدهون دي قويه جدا، بيطلع اهو يا جماعه. بصوا يعني لو فضلنا ندعك كتير هيطلع. ممكن نجيب حاجه بس ايه يعني مساعده كده بسيطه نخربشها هتلاقوه طلع معاكم. بصوا اهي، نعمل كده تاني. بس هو مش عايز ايه، هو عايز دهون سطحيه. دي بصوا دي كتله من الدهون. بصوا يا جماعه المناديل ما شالتش معانا الدهون القويه اللي هي دي، فقلنا نجربه بالفوم. طبعا هي بتشيل الدهون السطحيه بس. يلا بينا اهو. بصوا اهو، بصوا انا حاسه ان الفوم اقوى للدهون اللي هي الايه القويه. طبعا احنا بنبخ عشان نخلي بالنا من الدايره الكهربائيه عشان ما يبص اهو. بصوا يا جماعه شايفين كده اهو. بصوا هنا عايزه اقول لكم دهون متراكمه قويه جدا اهو. بصوا اهو، بصوا الدهون اللي هناك دي بقى كلها هنبخ كل ده اهو اهو. بس كده يا جماعه. وجينا بقى للطاسه الاستانلس بعد ما حطينا عليها المعجون ده. تعالوا بقى ندعك كده ونشوف النتيجه وهقول لكم رايي بصراحه. يلا بسم الله. تعالوا بقى نغسل اهو. هنفتح الميه نوطي كده الميه اهو. بصوا يا جماعه هو وسط يعني، لا قوي ولا قوي، بس هو يعني الى حد ما وسط. لا حلو معقول يعني، بس مش بيرفكت يعني. بس انا شايفه اهو. بصوا انا شايفاه وسط اهو. بصوا بس حلو والله مش وحش يعني، هي نتيجه وسطيه يعني. وقفلت لكم الميه يا جماعه عشان نشوف النتيجه النهائيه. بصوا هو نتيجته وسط. وبعد طبعا ما خلعنا مكان الشفاط بصوا الدهون. بصوا قلت بقى اجرب المناديل برضو على الدهون دي. يلا بينا نطلع كام منديل كده. بسم الله. طلعت لكم منديلين، يلا ان شاء الله ما حد حوش. يلا بينا نبدا. شوف بقى بتشيل الدهون دي ولا لا. كده لا بتشيل يا جماعه. بصوا اهي اهو. صلى على الرسول كده ونسمي الله. بص لا والله بتشيل الدهون اللي في القلموتيل اهو يا جماعه. اكتشفنا منظف جديد للقلموتيل، حدث ولا حرج. الله الله يا جماعه اهو. بصوا ودي مش اي دهون، دي دهون عاليه كمان والله بتشيل يا جماعه. بصوا لا مش ممكن، النتيجه بتاعته مجزيه. تعالوا بقى نجرب تاني. الله الله يا جماعه اكتشفنا منظف جديد للقلموتيل اهو اهو. ايه رايكم؟ لسه بقى هنكمل. بصوا بقى يا جماعه المناديل دي بقى استعمالها لدهون القلموتيل. انا خلاص كده عرفت. بصوا دي اللي مخصصه لدهون القلموتيل، بتطلع بكل سهوله، ولا تدعكي ولا تخربشي قلموتيل ولا اي خدش في القلموتيل. بكل سهوله كده تجيب المناديل دي زي الباشا وتدعكي بكل سهوله. لا بجد تحفه. بصوا يا جماعه تحفه. بصوا الزاويه بقى نجيبها دي كلها. الحاجات دي مش هنعرف نجيبها بالليفه، نجيبها بالمناديل الجميله دي اهو. بصوا كل الحتت دي اهي، كل التانيات والفتحات كله. بصوا بقى يا جماعه للقطعه الاساسيه بتاعه الشفاط. بصوا هي الدهون وقعت اساسا لوحدها. بصوا الدهون اللي كانت هنا وقعت لوحدها اهي. بصوا تحت بقت عباره عن حبايبات. والله كان مليان. عايزه اقول لكم الدهون عاليه لدرجه فظيعه. بصوا
وادي يا جماعه نتيجه الشفاطه اهو الداخليه الى حد ما مرضيه. بصوا اهو، بس والله حلوه يعني اهو. طبعا التنظيف بالقماش ما جيناش جنب القطعه اللي في النص دي عشان ما تتحرقش اهي. وبقى الاكسسوارات بتاعته اهو، بصوا تمام كده ونطفت ومية مية. على اوريكم المروحه كمان اهي. ادي الاكسسوارات كلها بتاعت الشفاط. وهنجيب ايه تاني؟ تعالوا بقى اوريكم الطاسه بتاعت الاستانلس اهو. بصوا هنظف الاستانلس، دي النتيجه النهائيه، هو وسط يعني تمام. يبقى ايه بقى النينجا معانا اللي هو رقم واحد؟ رقم واحد معانا الفوم بصراحه بتاع الدهون، ده عجبني اكتر حاجه. تاني حاجه المناديل، تالت حاجه منظف اللي هو الاستانلس ده. خلاص كده يا جماعه، وما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك، واكتبوا لي اكتر حاجه عجبتكم ايه في الكومنتات، واقول لكم سلام.